لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وجه إيمانويل ماكرون مساء الاثنين خطابا إلى الفرنسيين أراد من خلاله إنعاش ولايته المنهكة، وقرر بعدها الخروج لتناول العشاء في باريس عله يتنشق بعض الهواء بعيدا عن العزلة التي يفرضها عليه إلى حد ما المكوث في قصر الإليزيه. توجه ماكرون مع زوجته بريجيت لتناول العشاء بعد أن أرغمته التوترات الاجتماعية الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد في أحيان كثيرة على ملازمة القصر الرئاسي. وأصبح تناول العشاء في مطعم لا روتون في حي مونبارناس، حيث يحلو له أن يرتاح بعض الشيء، نادرا جدا. ويقول أحد المقربين منه: الوقت غير مناسب، خصوصا أن واجهة المطعم تعرضت لبداية حريق على هامش تظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد الذي نص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، والذي أقره ماكرون من دون تصويت في الجمعية الوطنية. فالخروج من قصر الإليزيه دونه بعض المجازفة. وترافق خروجه الاثنين مع جدل عندما توقف خلال عودته سيرا لينشد أغنية تقليدية من منطقة بيرينيه في جنوب غرب البلاد مع شباب مجهولين. تبين لاحقا بعد نشر لقطات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهم ينتمون إلى منظمة سيئة السمعة. وقلل رئيس البلاد من أهمية ما حصل، وقال: لم أعرف على الفور من هم، مشيرا إلى أنه كان ليتهم بأنه متعال لو واصل طريقه من دون أن يتوقف. وتصعب إقامة توازن بين الانعزال أو الاحتكاك بالناس في حين يواجه معارضة وانتقادات تصل إلى حد الكره أحيانا بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية من 5 سنوات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.